متتالية في جميع المسابقات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحد، وهي أطول سلسلة من دون هزيمة منذ الفترة من يوليو من عام 2007 إلى يناير من عام 2013، حيث حينها فاز في 4 مباريات وتعادل في واحد. في 36 مباراة سابقة فاز الأخضر السعودي في 10 وفزنا في 17 والتعادل في 9. سجل الأخضر السعودي 31 هدفا. هنا محاولة، ماذا يقول الحكم؟ لا وجود في أي خطأ. فاز الأخضر السعودي أو سجل الأخضر السعودي 31 هدفا مقابل 55 هدفا للعراق. بينما تاريخ المواجهات في كأس الخليج سبق وتواجه المنتخبان في 9 مواجهات، فاز المنتخب العراقي في 6 وخسر مرتين فقط أمام الصقور الخضر. فاز المنتخب العراقي في مباراتيه الأخيرتين ضد السعودية في كأس الخليج العربي، ويسعى لتحقيق 3 انتصارات متتالية لأول مرة في تاريخه على الصقور. كما قلنا 9 مواجهات، 6 للعراق 2 للسعودية، ومباراة انتهت بالتعادل. سجل الأخضر السعودي في كأس الخليج على العراق 5 أهداف، والعراق سجل عليه 21 هدفا. إذا التاريخ لمصلحة الأخضر، التاريخ لمصلحة الأسد العراقي. الهداف التاريخي لمواجهة السعودية والعراق يونس محمود ب4 أهداف. هنا كانت اللقطة السابقة تصادم بين علي عدنان ونصر الدوسري في اللقطة السابقة، الحكم لم يقل أي شيء. تعود الكرة لمناف يونس. هداف مواجهات السعودية والعراق هو يونس محمود ب4 أهداف. هنا فرصة خطيرة سعودية، خطيرة هي، لكن إلى خارج أرضية الميدان. يأتي بعد ذلك مهند علي ب3 أهداف، المتواجد أساسيا في لقاء اليوم. يبدو أن مهند علي عازم على الوصول إلى رقم السفاح العراقي يونس محمود ب4 أهداف على الأخضر السعودي. إذا ما استطاع أن يسجل في مباراة الليلة هدفا سيتعادل مع يونس محمود.